بداية، فقد قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإنهاء مهام محمد الزين أمدور، وذلك بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. كذلك تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن إجراء حركة واسعة في سلك رؤساء أمن الولايات، حيث تضمن إنهاء مهام رؤساء أمن وتعيين آخرين في العدد 47 من الجريدة الرسمية. وفي إطار استرجاع الأموال المنهوبة، فقد كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بن مستغانم عن استرجاع حوالي 15 مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها وتشغيلها من جديد. كما صرح بأنه تم استرجاع حوالي 15 مصنعا، وهذا يدخل في إطار استرجاع الأموال المنهوبة. وكذلك أضاف بأن المواطنين كانوا ينتظرون استرجاعها نقدا، ولكن استرجاع الأموال المنهوبة يكون كذلك من خلال استرجاع مختلف المنشآت، ومن بينها 15 مصنعا التي تم الإعلان عنها، وستعود حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة بإذن الله.